معكم في هذه القناة ليث القرقري من قناة نقطة وعي، حيث الوعي وكيف تتحكم بهذا الوعي لكي تكون ناجحا بحياتك. خليني أسألك سؤال واحد: هل حسيت في اليوم أن أنت عايش الحياة بس ما تعرف ليش؟ تقعد من الصبح تروح للشغل، ترجع من الشغل تنام، ويتكرر اليوم نفسه كل يوم بعد يوم بعد يوم. أبد مو لأن أنت راضي بهاي الحياة، ولكن لأنك تعودت عليها وتعودت على نمط هذه الحياة وعودوك على نمط هذه الحياة. وهنا تبدأ المشكلة بالوعي، وهنا يبدأ السؤال الأحلى والأعظم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة: ما هو الوعي؟ أكو قصة قديمة عن فيلسوف اسمه سقراط، وسقراط غني عن التعريف. سقراط كان يمشي بالشوارع وبالأسواق قبل ويسأل الناس أسئلة. كان يسألهم: أنت ليش عايش؟ وأنت ليش تشتغل؟ وأنت ليش تسوي هيك؟ وأنت ليش تسوي هيك؟ كانوا ينزعجون منه، كانوا يضوجون منه، مو لأن هو غلطان، لأن خلاهم يفكرون، خلاهم يشغلون عقولهم. ولهذا كان انزعاج قوي كان منه بذاك الوقت وبدولته وبلدته. وكان سقراط يقول من مقولاته الشهيرة إن أخطر شيء بالحياة هو إنك تعيش بدون ما تسأل ليش. وهذا هو الوعي. الوعي مو معلومات، الوعي هو سؤال. وهسه راح يراودك سؤال ثاني والأهم: ليش الناس بدون وعي؟ وأغلبهم، مو كلهم، ما نحكم على الناس كلها، لكن أغلبهم بدون وعي. الناس اللي كانت تسمع سقراط كانت تضوج منه، مو لأن هو إنسان سيء، ولكن لأنه يسأل ولا يعطي أجوبة. وهذا هو بحد ذاته صعب للناس، لأنه يكسر روتينهم ويخليهم يفكرون ويتفكرون بحياتهم. وهذا اللي سوى سقراط فيلسوف، وهو نفس السبب اللي خلى سقراط ينعدم ويجر ويكلبش إلى الإعدام. وانحكم إعدام مو لأن هو مجرم أو غلطان، لكن بس لأن خلى العقول تشتغل، خلى الناس يكون بعضها عندها وعي. بذاك الوقت كان قبل إذا تفكر وإذا تكون مفكر تعدم أو تقتل أو تموت. اليوم ماكو أحد راح يقتلك أو يعدمك على مود تفكر، لكن راح يواجهوك بشيء أصعب من القتل ومن الإعدام، اللي هي التجاهل. فن التجاهل يدخله الناس الذين يعيشون في الروتين ويحبون ذلك الروتين. فن التجاهل السخرية، وبكلمة شهيرة: ليش معقدها؟ أغلب هاي الناس ما يريدون يوعون، لأن الوعي سؤال، والسؤال إذا سألون نفسهم راح يتعبهم وراح يكسر الروتين اللي هم عايشين عليه واللي هم يريدون يعيشون على هذا الروتين. بس بدون سؤال يا عزيزي المشاهد أكيد نعرف الجواب مال هذا السؤال، إنه بدون سؤال ماكو وعي. والوعي بالحياة اليومية، الواعي يسأل قبل ما يقرر، ويسأل سؤال مهم: ليش أشتغل هذا الشغل؟ ليش أرتبط بهذا الشخص؟ ليش أني أركض ورا الفلوس وأريد فلوس وأني ما أعرف ليش أريدها أصلا، وبشنو أستخدمها، وشنو فايدتها للفلوس اللي هي؟ ومو كل من يسأل هو إنسان ضايع، لا، أكو إنسان يبحث عن نفسه بالسؤال، يريد يجد قيمته، يريد يجد ذاته، يريد يجد من هو. وفي نهاية هذا الفيديو عزيزي وعزيزتي المشاهدة، سقراط مات، لكن فكرته ظلت على قيد الحياة. ببساطة إنك إذا ما سألت راح تعيش حياة نختارها غيرك. الوعي مو رفاهية، الوعي نجاة. ومن اليوم خلي هذا السؤال يراودك دائما: ليش؟ إذا حسيت نفسك داخل هذا الكلام اكتب بالتعليقات بديت أسأل. ولا تنسى الاشتراك وضغط زر اللايك وزر الجرس ليصلكم الفيديوهات القادمة إن شاء الله. وإن شاء الله نقدم محتوى حلو وجميل